اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا الكرام، وزي ما قلنا نبتدي اول فقراتنا النهارده عن محو الاميه ومركز تعليم الكبار. خلونا نستقبل ضيفنا الكريم الاستاذ دكتور اسامه فراج، استاذ تعليم الكبار كليه الدراسات العليا للتربيه جامعه القاهره ورئيس هيئه التعليم الكبار. اهلا بيك يا دكتور، منور. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا استاذ حاتم. اولا مبروك. الله يبارك في حضرتك، الله يعني خلينا يكرمك. نبتدي بدايه، كيف تم اختيار دكتور اسامه رئيسا لهذه الهيئه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بعد مرور مصر بثورتين عظيمتين، ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، أصبح النهوض والريادة للمؤسسات بصفة عامة على مستوى الدولة أمر ضروري. وهيئة تعليم كبار إحدى مؤسسات مصر. فكان الاتفاق على يعني إيجاد متخصص في مجال تعليم الكبار، ويكون سن عامل يعني أقل من 60 سنة، يعني أستاذ غير متفرغ. تمام. في الوقت ده أنا كنت معار في المملكة العربية السعودية. م. السنة الماضية كان بمثابة السنة السابعة لي في المملكة العربية السعودية. كان وزير التعليم في ذلك الحين سعادة الدكتور محب الرافعي، م. وكان هو رئيس الهيئة السابق ومدير مركز تعليم كبار في جامعة عين شمس. وكان بنينا أعمال مشتركة كبيرة في النشر في مجلة آفاق جديدة لتعليم الكبار في مركز تعليم الكبار في عين شمس. ومن خلال السي في ومن خلال الكتابات والمؤلفات والمؤتمرات والإشراف على الرسائل العلمية، فكان يعلمني أني متخصص في هذا المجال. تمام. تم الترشيح على أن أنا أستقيل من المملكة العربية السعودية لترشيحي لرئاسة الجهاز، لأنه بعد ما ساب الهيئة وتولى منصب وزير التعليم ظل المنصب شاغر. م. وقام بالعمل زميل من الزملاء الأفاضل في الهيئة قائم بعمل رئيس الجهاز، إلى أن رجعت من المملكة العربية السعودية وبدأنا في رحلة الأوراق والمتطلبات والإجراءات، م. إلى أن صدر القرار يوم بتاريخ 1/9 القرار، ولكن تاريخ استلام العمل كان يوم الخميس اللي قبل الماضي، يوم 8/10/2015. تمام. طيب خلينا نبتدي من نظرة بعيدة شوية، من فوق كده. هل احنا عندنا نسب معينة للأمية في مصر؟ دائما النسب وخاصة في قضية الأمية يعني ليس فيها الدقة الحرفية نهائية. ليه؟ لأن طالما أن الأمية في يعني متجددة ومستمرة، فالنسب دائما يعني يشوبها الخلط إلى حد كبير. ولكن خلينا في الأقرب فالأقرب. يعني المركز المعلومات في الهيئة العامة لتعليم الكبار، البيان الأخير في دورة يوليو المنصرم قال ان النسبه في الفئه العمريه من 15 فاكثر ما يتراوح من 20.3. نسبه الاناث تكاد تكون ضعف نسبه الذكور في الاجمالي. ولكن النسب بتتفاوت نظرا ان يعني ممكن عقب الحديث تزداد النسبه او تقل النسبه. ليه؟ لان منابع الاميه ما زالت مستمره. تمام. الارتداد لها ما زال مستمر، فبالتالي ممكن الرقم يتغير بين يعني عشية أو ضحاها، ولكن بناخذ في الأقرب. فدي اللي هو يعني بيخلي نسب الأمية دايما ليه النسب مش دقيقة؟ ليه النسب مش حاسمة؟ متفاوتة ولذلك بقول متجددة مم. ومستمرة، مم. طالما أن المنابع تغذي جيش الأمية. تمام. المنابع، دكتور أسامة، المنابع، واعتقد ان التسرب او التسريب من التعليم بشكل عام ان هو الحاله الاجتماعيه بتفرض ان الولد او البنت ما تروحش في المركز او في النجع او في الريف او في القريه بشكل عام، ما تروحش المدرسه عشان تروح تساعد والدها او والدتها سواء في الغيط او في البيت او كده. احنا عندنا الاسباب وعارفين ان الاسباب بتاعتها في عوامل كثيره والعوامل. احب حضرتك تشرحها لي سريعا، وخطه حضرتك بقى للنهوض بقى بالموضوع ده ومكافحه الحاجات دي كلها. هو يعني احد روافد الاميه هو التسرب من التعليم النظامي، الفورمال اديوكيشن او التعليم الابتدائي، وايضا عدم ايجاد مقعد لكل طفل ولكل طفله او تلميذ وتلميذه يصل الى سن الالزام. اذا لم تتوافق، يعني ايه الكلمه دي؟ يعني التلميذ او الطفله الصغير اللي وصل الى سن 6 سنوات المفروض الدوله مكلفه بايجاد له مكان في التعليم الابتدائي. فبالتالي اذا كانت الامكانات قاصره، فبالتالي اللي مش هيخش ومش هيلتحق بالتعليم الابتدائي هيضاف الى جيش الاميه. الامر الاخر التسرب من التعليم. التسرب من التعليم الابتدائي له اسباب كثيره. من بين الاسباب في اسباب تربويه، وفي اسباب اجتماعيه، وفي اسباب اقتصاديه. لما كانت العوامل الاقتصاديه بتؤثر تاثير سلبي على العمليه التعليميه من حيث الجوده ومن حيث النوعيه، فكان في تسرب. اولا المعلم قد يكون غير مؤهل تاهيل تربوي، لا يدرك كيفيه الفروق الفرديه بين المتعلمين او الطلاب في التعليم الابتدائي.
كذلك أيضا عدم فهمه لسيكولوجية الطفل الصغير، فبالتالي بيكون المعلم من عوامل النفور للطفل في المدرسة وليس عوامل من عوامل الجذب للتلميذ أو للطفل الصغير. وكذلك أيضا في المراكز محو الأمية، لأن في زي ما في تسرب في التعليم النظامي في تسرب في التعليم غير النظامي. كذلك أيضا عدم فهمه لتوظيف تقنيات التعليم في العملية التعليمية، عدم فهمه للفروق الفردية بين الدارسين، كذلك أيضا الحشو والتكرار والنمطية الموجودة في بعض المقررات. دي كلها عوامل تربوية. البيئة التعليمية والمنظومة سلسلة حلقات، موضوع سلسلة الحشو نعم. نعم. والحاجات النمطية اللي موجودة في المقررات دي. بالتالي محتاجة فلترة، محتاجة تنقية. المعلم وأهم عنصر في العملية التعليمية أو المنظومة المعلم، لأن لو في مقرر كويس ومعلم ضعيف لا نجني الثمار. صحيح. إنما لو العكس، لو يعني معلم قوي مؤهل قوية ومؤهل، عنده قضية التكوين، صحيح، إعداده قبل التخرج وتدريبه أثناء الخدمة. حلو قوي، إعداد شخصية البني آدم التلميذ نعم. وتعليمه وتدريبه أثناء الخدمة حتى يصل إلى مستحدث العلم بعد تخرجه. تمام. اللي احنا بنطلق عليه لفظ التكوين. هذا الأمر، لأن كثير من المعلمين بعد ما بيخلص تعليمه بيقتصر على التدريس، تمام، وما يحصلوش نوع من التنمية المهنية. صحيح. ولا يطور نفسه بنفسه، فبالتالي يظل عاجز عن مواجهة التحديات المعرفية. أنا سعيد بالكلام ده، وهيخليني أسأل حضرتك، لما حضرتك تم اختيارك ابتديت تفكر أفكار خارج الصندوق، أفكار غير تقليدية؟ يعني سيادة الرئيس لما طلع في الأول قال، ولغاية النهاردة كل يوم بيطلع يقول عايزين أفكار خارج الصندوق، عايزين يعني نتخلص من الروتين، عايزين فكر جديد، لأن المشاكل بتتطور. مش معقولة الروتين هيفضل ماشي معانا. صحيح. مع المشاكل، فالمشاكل تكسب على طول، فلازم يبقى فيه تطور. صحيح. إيه الفكر اللي عند حضرتك خارج الصندوق أو غير روتيني عشان نقدر نكافح الموضوع؟ هو دايما كل مسؤول تقع عليه المهمة عليه أن يفكر بأسلوب غير مألوف، غير نمطي، غير تقليدي. لأن لو تقليدي، احنا عشنا فترة التقليدية كثير من الوقت. آن الأوان أن نصل إلى الإبداع، نصل إلى الابتكار في الفكر. فقضية الأمية قضية مؤرقة، قضية يعني بنحاربها من أكثر من قرنين، من أيام لائحة رجب، ونحن في منتصف العقد الثاني من القرن ال21 في الألفية الثالثة. كيف نستطيع أن نصل إلى نوعية الابتكار؟ أن نفهم قانون 8 لسنة 91 فهما صحيحا. اللي هو بيقول إيه بقى؟ قانون 8 ل 91 المادة الأولى بتقول إن هيئة تعليم الكبار اللي أنشئت هي هيئة إشرافية وليست هيئة تنفيذية، بمعنى إن كافة القطاعات اللي موجودة في الدولة والمؤسسات تشارك بإيجابية وفاعلية في القضاء على الأمية، ويكون دور الهيئة دور المشرف، دور الميسر، دور المذلل في الإجراءات، في الأدلة، في الكتب، في تكوين المعلم، في تدريب الدورات، في تقويم الأداء، في عمل بروتوكولات بين المجتمع المدني والهيئة، عمل بروتوكولات بين الهيئة والمؤسسات، عمل بروتوكولات مع الوزارات، مع المحافظين، تذهب إلى الكفور والنجوع وكل بقاع مصر حتى نصل إلى ذلك. صحيح. إن من الوعي إن المجتمع كله، إن قضية الأمية قضية قومية وأمن قومي، استطعنا يعني بهذه الجهود جميعا أن احنا نقضي على الأمية بعد أن نجفف المنابع وأن نمنع قضية الارتداد إليها مرة أخرى. صحيح. طيب، عايز أسأل حضرتك سؤال، معلش يمكن يكون يعني ناس كتير بتتساءله. بعض المسؤولين لما بنسألهم بنقول لهم عايزين تفكير خارج الصندوق أو أفكار غير تقليدية، بيقول لك أنا مكبل ببعض البنود في بعض اللوائح. فلو في بنود ولوائح يعني في اللوائح معينة ممكن تكبل حضرتك هتتصرف معاها ازاي؟ خصوصا ان احنا عايزين، حضرتك قلت حاجة حلوة جدا، قلت لي احنا عايزين نصل الى الابداع. انك تصل للابداع في شغلك ده، دي حاجة جميلة جدا والنتيجة بتبان على طول. نعم. ومش سهل انك توصل للابداع، فحضرتك هتتعامل ازاي مع الحاجات دي؟ دايما يعني القوانين واللوائح احيانا بتكون يعني مكبله لمتخذ القرار، ولكن يعني نتعامل بروح القانون وليس بنصه. يعني مثلا على سبيل المثال، يعني بنضع تيسيرات على قدر المستطاع. دايما حضرتك في النواحي الماليه هي يعني من العوامل اللي بنقف قدامها، يعني بنشوف الباب الاول في ايه والباب الثاني في ايه، ولكن على قدر الاستطاعه بنشوف قضية مثلا الحوافز، قضية المكافآت، قضية التحفيز، قضية الرفع الروح المعنوية. الإنسان البشري بالتعزيز والتشجيع والإثابة. صحيح. ولما يشوف القائد وقائد المؤسسة أو مدير المؤسسة بجواره ويذهب إليه وينشط الجميع، دي معنويته في السماء. فبالتالي من يعمل في مجال تعليم الكبار لا يظل في المكاتب المكيفة ولا الكرافتات الشيك ولا الياقات البيضاء،
ولكن لابد أن ينزل إلى طين تعليم الكبار، ولابد أن يذهب إلى الكفور والنجوع والمتابعة. يتخفف من الروتين ويتخفف من البروتوكولات، يتخفف من يعني المعوقات والالتزامات على قدر المستطاع، يحفز الناس ولو بالقليل، يطمع في الميزانية بعد تحقيق إنجاز. يعني نقول لي دايما الزملاء نظهر إنتاج، نعمل عمل، نخرج إلى النور، نطلب ما نتمناه ان شاء الله. الدوله لن تضن علينا بشيء. اكيد، خصوصا ان كمان يعني عمل حضرتك عمل وطني من الدرجه الاولى. بالضبط، هي قضيه امن قومي، وليس الهدف منها هي فك الخط ولا القراءه والكتابه، وانما الهدف منها هي تنميه الوعي. نحن مقبلون على بعد سويعات على الانتخابات. صحيح. فقضيه الرموز الموجوده دي اصلا يعني كانت معموله لمين؟ للأمي، عشان يفهم من الرمز ويحط العلامة اللي هو عاوزها. يحط الصورة دي، الرمز ده الصورة، يحط عليه علامة. نعم. ممكن بقى يتم استخدام الحاجات دي احنا لما نصل إلى الوعي، إلى الوعي الكامل، لأن القضية زي ما قلت لحضرتك مش قضية إنه يتعلم الهجائية أو القرائية، ولكن القضية بتصب فيما هو أبعد، في المشاركة الاجتماعية، في الاقتصادية، في الثقافية، في السياسية. أكيد. الوعي السياسي، عاوزين نشوف إيه المعوقات اللي خلت المتحررين الأموية ما راحوش. طب ولو أقبلوا راحوا ليه؟ إيه الدوافع؟ هل اختار عن وعي؟ هل اختار المرشح اللي يفيد بلده ومنطقته ومكانه؟ هل اختار المرشح اللي يستطيع ان يوصل صوته؟ هل اختار بعناية وبدقة؟ هذا هو المبتغى. لأن دايما بنقول ان اللي اثبتت الاستراتيجيات الحديثة ان العامل المتعلم ينتج افضل من العامل الاقل تعليما او العامل الامي، اي الذي لا يجيد القراءة والكتابة في فترة زمنية مماثلة. صحيح. فبالتالي الوعي ده بيصب في كافة الجوانب حتى نحقق ما يسمى بالتنمية المستدامة أو التنمية الشاملة. تمام. طب أنا عايز أحكي لحضرتك موقف حصل لي يمكن من يومين. كنت بشتري حاجة، فكان من شاب جميل كده قاعد في محل، فبقول له لو سمحت اكتب لي فاتورة. فكان الحساب تقريبا 115 أو حاجة زي كده. نعم. فهو بيكتب الفاتورة، مش كتب واحد وبعد كده نقطة، بعد كده عمل دايرة كبيرة. فأنا فهمت إن هو مش قادر يكتب أو مش عارف يكتب. فقلت له لا اكتب لي 115 جنيه. ما عرفش يكتبها. قال لي اكتبها حضرتك. فشاب زي ده تفتكر حضرتك لو كمل بقية حياته وهو مش عارف يكتب أو يقرأ، هيكمل حياته ازاي؟ وازاي اقدر اقنعه ان هو لازم يتعلم عشان يقدر يشتغل، عشان ما حدش يضحك عليه، عشان انا ممكن امضيه على وصل امانه مثلا برقم غير الموجود، او امضيه على حاجه يبيع حاجه او كده ممكن يتم استغلاله استغلال سيء جدا. فنقنعهم ازاي ان هم لازم يتعلموا؟ نعم. هذه الفئه يعني ممكن تكون اخذت قدر من التعليم ولكن تسربت لظروف ما. واحنا عندنا مجال ثاني من مجالات التعليم الكبار اسمه مواصله التعلم او مواصله التعليم. ده احد مجالات التعليم الكبار. احيانا بيلتحق هذه الفئه بتلتحق بمراكز تعليم الكبار لدافع اقتصادي، يقول لك انا عاوز يعني اجيد التعاملات الاقتصاديه عن قضيه البيع والشراء. هذه الفئه في المرحله الاولى مرحله التحرر بتنضم للمراكز مراكز تعليم الكبار تحت دافع مواصله التعلم او مواصله التعليم، ثم بعد ذلك بيحقق لهم ما يسمى بالامتحان الفوري، بيحدد له مستوى إن كان يجيد القراءة والكتابة بياخد شهادة محو الأمية، ثم ينتقل إلى مرحلة المتابعة، مرحلة ما بعد محو الأمية، حتى يصل إلى المرحلة الإعدادية أو المرحلة الثانوية أو يواصل تعليمه في الجامعة. بالأمس القريب وأنا في الديوان في الهيئة كان أمامي إحصائية ب91 مؤهل عالي من خريجي محو الأمية. ما شاء الله. فدي شيء مشرف، ودي إن شاء الله يعني هعمل دعوة للمحافظين في لقاءات مختلفة والوزارات، إحنا نكرم دول إزاي ونخليهم يعني نواة للحمية والحماس في من يريد أن يواصل تعليمه. ليست الأمية في حد ذاتها يعني مشكلة، ولكن المشكلة أن احنا نصر على عدم التعليم، نصر على عدم مواصلة التعليم. العبرة ليس بالضعف ولكن العبرة في استمرارية الضعف. صحيح. طيب دكتور أسامة، يعني أنا فاكر أيامنا في الجامعة، مش عارف كانت موجودة ولا لأ، كان في يعني عشان بعد ما تتخرج كان لازم تعمل الخدمة العامة. نعم. بالظبط. نعم. فهل بيتم التنسيق مع إدارات الجامعات مثلا الخدمة العامة دي ممكن يتم استثمارها في تعليم الكبار، أو مثلا استخدامهم في محو الأمية بشكل عام، خصوصا الشباب عندنا شباب كتير ما شاء الله طاقة وعايزين يعملوا حاجة للبلد وانتماء فظيع وحب فظيع للبلد. نعم. فليه ما نستخدمش الناس دي كده؟ نعم. ولا احنا اوريدي بنعمل كده؟ يعني دايما احنا بنقول كده في الجانب الأكاديمي في تدريس الطلاب الجامعة في الدراسات العليا ان الدول لا تقاس بما لديها من كنوز وممتلكات، وانما تقاس الدول بما لديها من قوة بشرية. صحيح. معدة ومؤهلة ومدربة على كافة الأصعدة وفي شتى المجالات، وان اهتمامنا بالقوى البشرية يعد من أفضل الاهتمامات إن لم يكن أهمها على الإطلاق.
وان استفادتنا مما هو مكنون وموجود في باطن الارض امر مرهون بكفاءه البشر. فبالتالي احنا عندنا طاقات، واقوى مرحله للانسان مرحله الشباب، وشباب الجامعات عندنا يعني كم غفير وغزير من الشباب. من هنا يعني نبعث فكره عمل المشروع القومي لدور الجامعات المصريه في قضيه محو الاميه. تم بالفعل لقاء الاسبوع يوم الاحد الماضي، ووضع الاسس الرئيسه، وغدا ستقدم البروتوكول الاول ان شاء الله. مش عاوز يعني افصح عن المشروع بصفه كامله، لان في مشاركه ان شاء الله يعني من الجامعات من قبل وزير التعليم العالي، إن شاء الله. ومكلف يعني احد الوزراء السابقين بهذا العمل، بالشراكه مع الهيئه العامه للتعليم الكبار. وضعت النقاط الرئيسه فيه على ان احنا نلحق ان شاء الله 15 16 لن يتخرج طالب ويحصل على وثيقته الا بعد محو امته 4 من الدارسين ان شاء الله. تمام ان شاء الله. فبالتالي الجامعات والمعاهد، وان شاء الله عندي امل ان احنا ان شاء الله يعني نتوسع فيما بعد ذلك الى الجامعات الخاصه وكل الجامعات الحكوميه